يلا نشوف الطبق الجميل السهل الممتنع ده عملناه ازاي. يعني مش عايزه اقول لكم، يعني في ربع ساعه، مش 10 دقايق، ربع ساعه. رز مع شريحه فراخ واحده، مع سلطه خضراء بالمايونيز او بالزبادي اللي انت تفضليه وتحبيه مع اولادك، واعمليهم بسرعه الطبق ده في قالب واحد قبل الولاد ما يجوا من المدرسه. جميل جدا وسهل وخفيف جدا ومش مكلف جدا. يلا تعالوا نشوف عملناه ازاي. معنا هنا معلقتين زيت على مكعب زبدة، وكوبايتين رز مغسولين شوحيهم كويس جدا، وفصين مستكة معاهم، وضفنا عليهم كوبايتين ونص شوربة فيهم الملح بتاعهم طبعا. في قالب تاني حطينا زيت وزبدة وبصل مكعبات وفصين توم، شوحيهم برضو كويس، وبعد كده ضيفي عليهم مكعبات شريحة الفراخ وملح وفلفل، وبرضو قلبي فيهم كام مرة كده برضو يتشوحوا يبقوا داخلين على السوا بتاعهم. تمام. هنضيف عليه الخضار، خضار سهل جدا موجود في كل مكان، وملح وفلفل، وحطينا عليه بشرنا جزراية وشوحي الجزراية. هنا واحد فلفل اصفر وبرضو شوحيه مع بعضه. تمام. ضيف المكونات دي على الرز بعد ما استوى وقلبيه. يلا حبايبي في قالب واحد وهنقدمه. حبايبي لايك وشير يلا معايا. حطي على وشه رشة بقدونس وبألف هنا وشفا، وحطي معاه السلطة بتاعتك، ويبقى كده طبق متكامل في رز والفراخ والخضار ومعاهم السلطة. سهل جدا وسريع ومش مكلف واقتصادي. يلا ألف هنا وشفا، جربوه قولوا رأيكم فيه ايه. باي باي.